أهلا بكم يا جماعة. في الشرح السريع ده هنفك شفرة السحر اللي ورا صور الذكاء الاصطناعي الجامدة اللي مالية الإنترنت اليومين دول. هنتكلم عن الديفيوجن مودلز، ودي التقنية اللي غيرت شكل الجنراتيف AI تماما. مستعدين؟ يلا بينا نخش في الموضوع على طول. كلنا أكيد شفنا الصور الخرافية دي، تصميمات كأنها حقيقية أو شخصيات مش موجودة أصلاً. وأكيد كلنا سألنا نفسنا، هو إزاي ده بيحصل؟ إزاي الكمبيوتر بيقدر يتخيل ويرسم صورة بالجودة دي من مجرد شوية كلام؟ الإجابة ببساطة، والسر ورا كل الإبداع ده هو تقنية قوية جدا اسمها الديفيوجن مودلز. هي دي المحرك الأساسي اللي قايم عليه أشهر الأدوات اللي بنستخدمها كلنا زي ميد جيرني وستيبل ديفيوجن وغيرهم. طيب حلو قوي. يعني ايه بقى الديفيوجن مودلز دي؟ خلينا نبسطها على الاخر من غير اي كلكعه اكاديميه او معادلات تخض. بصوا، الفكرة في جوهرها بسيطة جدا. تخيل معايا إنك بتجيب صورة نظيفة وواضحة وبتبدأ تبوظها بنفسك عن قصد. تفضل تضيف عليها شوشرة أو نويز بشكل تدريجي، خطوة ورا خطوة، لحد ما ملامح الصورة تختفي تماما وتبقى مجرد شوشرة. الهدف من كل ده إننا اللي درب الموديل بتاعنا إنه يتعلم العملية العكسية، يتعلم إزاي يرجع الصورة الأصلية من قلب الشوشرة دي. والمثال ده بيوضح الفكرة بالظبط. بنبدأ بصورة كلب واضحة اهي، وفي كل خطوة بنزود نسبة نويز بسيطة لحد ما في الآخر تتحول لشوشرة كاملة. المرحلة التانية بقى، ودي اللي فيها السحر كله، إن الموديل بيتعلم إزاي يبدأ من الشوشرة دي ويرجع خطوة لورا ثم خطوة كمان لحد ما يرجع الصورة الأصلية. ولما بيحترف الموضوع ده بيبقى قادر يبدأ من أي شوشرة عشوائية ويخلق صورة جديدة تماما من خياله. تمام، فهمنا الفكرة العامة، بس إزاي ده بيحصل من الناحية التقنية؟ خلينا ناخد فكرة سريعة كده عن الآلية بتاعتها من غير ما ندخل في تفاصيل معقدة. الموضوع كله متقسم عمليتين عكس بعض. الأولى الفورورد بروسيس، ودي سهلة ومباشرة. كل اللي بنعمله فيها هو إننا بنفضل نضيف النويز على الصورة خطوة بخطوة. العملية التانية ودي الأهم واللي فيها الشغل كله هي الريفرس بروسيس. هنا بقى بيجي دور ال AI موديل بتاعنا، ومهمته إنه يتعلم إزاي يخمن شكل النويز اللي اتشالت في كل خطوة ويشيلها، عشان في النهاية يقدر يرجع من مجرد شوشرة لصورة واضحة ونظيفة. عظيم، فهمنا الفكرة وبتشتغل إزاي. طيب إيه بقى تطبيقاتها العملية؟ يعني ليه التقنية دي عاملة كل الضجة دي؟ طبعا أول حاجة بتيجي في دماغنا هي توليد الصور والفيديوهات، وخصوصا التكست تو ايمج اللي بتشوفه في ميد جيرني ودالي. لكن الحقيقة إن تطبيقاتها أوسع من كده بكتير جدا. بتستخدم في حاجات حساسة زي تصميم الأدوية وتحسين جودة صور الأشعة الطبية، وبتعمل نماذج 3D، وحتى بتستخدم في توليد النصوص. يعني إحنا بنتكلم عن تقنية متعددة المواهب والاستخدامات بشكل لا يصدق. شوفوا معايا هنا حجم انتشار التقنية دي، كمية التفرعات والتطبيقات اللي طالعة من فكرة واحدة بس، من الكمبيوتر فيجن وعلوم الحياة لحد الهندسة وتصميم المنتجات. ده بيورينا ان الديفيوجن مودلز مش مجرد أداة بنعمل بيها صور وخلاص، دي تقنية أساسية وقاعدة بتغير شكل الذكاء الاصطناعي كله. أي حد متابع مجال ال AI من فترة أكيد سمع عن الجانز أو Generative Adversarial Networks. دي كانت التكنولوجيا المسيطرة على مجال توليد الصور لسنين. فخلينا نعمل مقارنة سريعة عشان نعرف إيه اللي اتغير. لو بصينا على المقارنة دي هنلاقي فروقات جوهرية. أول حاجة التريننج ستابيليتي، يعني سهولة التدريب. الديفيوجن مودلز أسهل بكتير ومستقرة، على عكس الجانز اللي كان تدريبها صعب ومعقد جدا. طيب من ناحية جودة الصور أو السامبل كواليتي، هنا الديفيوجن مودلز كسبانة وبجدارة، بتطلع صور بجودة أعلى وأنقى بكتير. النقطة الوحيدة اللي الجانز كانت بتتفوق فيها هي سرعة التوليد أو الجنريشن سبيد، لأنها بتعمل الصورة في خطوة واحدة، مش زي الديفيوجن اللي بتحتاج خطوات كتير. فالخلاصة هنا إن الديفيوجن مودلز عملت مقايضة ذكية جدا، ضحت بشوية سرعة في مقابل إنها تدينا جودة صور أعلى وتدريب أسهل وأكثر استقراراً. والواضح إن المقايضة دي كانت ناجحة جدا، وهي السبب في انتشارها بالشكل الكبير ده. تمام جدا، كده احنا خدنا فكرة شاملة. خلينا نلخص أهم النقط اللي قلناها بسرعة ونشوف لو حد حابب يكمل ممكن يعمل إيه. يبقى الفكرة الأساسية بنبوظ الداتا بالنويز وبعدين نتعلم نصلحها. العملية دي بتتم في خطوتين، فورورد وريفرس. هي ممتازة في الجودة والاستقرار، بس ممكن تكون بطيئة شوية، وتطبيقاتها موجودة في كل حتة من الفن للطب. طيب لو الموضوع عجبك وحابب تعرف أكتر وتتعمق في التفاصيل التقنية دي، شوية حاجات ممكن تبدأ بيها وهتساعدك جدا. دي أهم المصطلحات اللي لازم تعرفها. DDPM ده الاسم العلمي الأصلي للتقنية. Score Based Generative Models دي مدرسة تانية بتوصف نفس الفكرة. Latent Diffusion Model أو LDM ده بقى التطوير العبقري اللي خلى المودلز دي سريعة وعملية زي Stable Diffusion. والDDIM ده نوع من طرق التوليد السريعة. مجرد البحث بالكلمات دي هيفتح لك أبواب كتير جدا. أما بقى لو بتحب ترجع للمصدر نفسه،
فدول أهم 3 أوراق بحثية في المجال. الأولى هي اللي بدأت الحكاية كلها، التانية هي اللي أثبتت إن الديفيوجن مودلز تقدر تتفوق على الجانز، والتالتة هي اللي قدمت طريقة أسرع لتوليد الصور. بس استنوا لحظة، في سؤال مهم جدا لازم يخطر في بالنا دلوقتي. لو احنا لسه قايلين ان نقطة ضعفها هي البطء، ازاي بقى ادوات زي ميد جورني وستيبل ديفيوجن بتقدر تطلع صور في ثواني؟ ده سؤال ممتاز، واجابته هي السر الحقيقي ورا نجاح التقنية دي بشكلها الحالي، وهو مفهوم الليتن ديفيوجن. بس دي بقى قصة تانية خالص، ممكن نبقى نتكلم عنها في شرح تاني. شكرا لمتابعتكم واشوفكم المرة الجاية.